بمنطقة مولاي صالح بإقليم قلعة سرغنة تخولها إنتاجا فلاحيا مكثفا، فجودة التربة وتوفر مياه الري عاملان أساسيا في إنتاج وفير لعدد من الخضروات وخاصة البطاطس. الأرض عندنا مزيانة، كنفلحوا فيها بطاطا، خيز أي لفت، أي حاجة لفت، أي حاجة. التربة عندنا سخية اللي درناها فيها كتجي الحمد لله. سنويا تكون المساحة تقدر ما بين 1000 إلى 1500 هكتار. بالنسبة لمعدل الإنتاج هنا الفلاحة توصل حتى 35 40 طن في الهكتار. بالنسبة لفترات الزراعة اللي تدار في هذه المنطقة، كاين الفلاحة تيديروا جوج فترات ديال الإنتاج. إنتاج خريفي وآخر صيفي، يعني مردودا مضاعفا، لكن قلة المعدات وصعوبة الوصول إلى الحقول تؤثر سلبا على هذا المردود. بالنسبة لهذه ماشي مشكل، وبالنسبة ديال الصيف راه كتمشينا ضحية كتخمج لينا، التبريد ما كاينش. كيجي عندنا الشارع كيبغي يشري من عندنا البطاطا، وكيجي كيلقى الطريق محفرة وفيها الغبرة وفيها ذاك، وكان الثمن كيدي من أقصى ثمن. التساقطات المطرية الأخيرة كان لها وقع إيجابي على منتوج البطاطس بالمنطقة، فبعد موسم حفر شغل يدا عاملة مهمة بالإقليم تقدر ب10,000 عامل موسمي، ارتوت الحبات وانتعشت، فزاد حجمها ومعدل إنتاجها. نبقى بإقليم قلعة سرغنة. معاناة ساكنة دواوير الجماعة الترابية